هل جبرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا أرحم الراحمين، إنا نسألك فرجا قريبا ونصرا عزيزا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم خفف عن إخواننا في سوريا الحبيبة ما نزل بهم من بلاء وهم وغم ومن شدة، فأنت أرحم الراحمين وأنت أكرم الأكرمين. انصر أهل الحق، أذل أهل الباطل بقدرتك يا رب العالمين. يا من تقول للشيء كن فيكون، توكلنا عليك وأنت الله الحي الذي لا تموت جل جلالك. نسألك اللهم يا أرحم الراحمين أن تكرمنا برؤية ذل هؤلاء الظالمين المتمردين عليك والمتمردين على عبادك، أن تكرمنا برؤيتهم من أذل خلقك أجمعين، فأنت الله الذي تقول للشيء كن فيكون. أحبتي، طبعا هذا اليوم يوم حقيقة مليء بالشهداء، مليء بالمآسي، مليء بالمجازر. هذا النظام إلى هذه اللحظة أكثر من 150 شهيد في أنحاء سوريا، بل أقول والله العظيم يا أحبابنا هنالك شهداء لم يعدوا ولم تحصى أسماؤهم، هم في البيوت، هم في بيوتهم الآن، هم شهداء، والناس لا يستطيعون أن يقتربوا إلى تلك الأحياء. وأخص بالذكر ريف حما، وأخص بالذكر حي القصور في حمص الحبيبة الغالية. حي القصور تمطر عليه الصواريخ من كل ناحية. والله العظيم اليوم ذكروا لي أهل القصور أن بعض الناس من النوافذ عم ينادوا بعضهم البعض بدهم شوية حليب في طفلي راح تموت في القصور، ما في حليب، عم يسقوها شاي مبردي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا أحبتي، أنا أقول لهذه الأحياء ولهذه المدن التي مسها الضر، نقول لهم تذكروا حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح الإمام البخاري، إذ سئل عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ فقال عليه الصلاة والسلام الأنبياء، هؤلاء أكثر الناس بلاء، الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. ثم يقول عليه الصلاة والسلام يبتلى المرء على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة، صاحب دين ما شاء الله، صاحب توكل على الله، صاحب اعتماد على الله، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. وإن كان في دينه رقة، دينه خفيف ما عنده ثبات، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. ثم يقول عليه الصلاة والسلام ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، رواه الإمام البخاري. أبشروا أيها الأحباب في سوريا الغالية، الله سبحانه وتعالى يعلم صلابة دينكم، يعلم ثباتكم، يعلم إيمانكم، يعلم أنكم قلتم من قلوبكم يا الله زيد في البلاء علينا، لا حول ولا قوة إلا بالله. كل أهل سوريا اليوم يقولون ولكن عافيتك أوسع لنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية يا رب العالمين. هنيئا لكم يا أهل درعا، هنيئا لكم يا أهل حمص، هنيئا لكم يا أهل حما، هنيئا لكم يا أهل الساحل، هنيئا لكم يا أهل الدير، يا أهل إدلب، يا أهل ريف دمشق، ويا أهل ريف حلب، هنيئا لكم. والله هذه شهادة من الله سبحانه وتعالى على لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم أن في دينكم صلابة وفي دينكم قوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنا بمنه وبفضله جل جلاله، فهو أرحم الراحمين. أيها الأحبة الأكارم، أما بالنسبة للأكذوبة التي ينتظرها الناس اليوم 10 الشهر، أن النظام سيسحب الدبابات ويعني خطة كوفي عنان، سيرى الناس جميعا أن الشعب السوري يقول، كل الشعب السوري يقول باللهجة العامية الحاء الكذاب لورا الباب، يعني النظام كذاب، النظام مخادع، النظام عرفناه أيها الأحبة،
هو أقرب صفات إلى اليهود، بل والله هو أخس وألعن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من مكره. لذلك أوجه رسالة هامة جدا لإخواني الشرفاء الأبطال الثوار في الجيش الحر: كونوا على حذر، كونوا على أهبة الاستعداد والحذر. 10 الشهر نحن نلتزم بعهودنا، لكن نبقى على حذر، نبقى متيقظين، لأن هذا النظام غدار، علمتموه، عرفتموه أنه منافق، أنهم يكذبون في الليل وفي النهار، لا يعرفون إلا لغة الكذب. لذلك كونوا على حذر، هذا بأمر الله جل جلاله، إذ قال لنا: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وقال سبحانه وتعالى: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. ذكر المنافقين ثم قال: هم العدو، حددهم، هؤلاء هم أعداؤكم، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. طالما أن الله قاتلهم سيهزم بإذن الله سبحانه وتعالى، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. أيها الكرام، أيها الأحباب، سنأخذ الآن، وقد وعدتكم يوم الخميس أننا سنستقبل ضيفا حبيبا عزيزا علينا، وصل من سوريا الحبيبة البارحة. هذا الضيف يتكلم لنا عن مجزرة جرت في حي العدوية. شباب كالورود أخذوهم وذبحوهم جميعا، ذبحوهم جميعا أكثر من 30 شاب. لم ينجو من هؤلاء الشباب جميعا إلا هذا الشاب بلطف الله سبحانه وتعالى، وكأن الله نجاه حتى يجلس إلينا ونستمع إليه إن شاء الله. الآن سنأتي بصورته، صورة الجريح أخي، لو عرضتموها جزاكم الله تعالى خيرا، ننظر إليها ثم يروي لنا القصة منه مباشرة. أحد المشافي الميدانية 11/3/2012، أحد الإصابات القادمة إلى المشفى. أخذنا الجيش، سلمنا للشبيحة، الشبيحة اعتلونا، بعدين حصلونا أوضة، بعد 2 ساعتين من قتل حطوا فوقنا بنزين وقماش ومسابح وحب، على أساس نحن أنه شربانين حب، وبعدين قوسونا شي 30-40 واحد نحن، وبعدين علقوا نار طلقوا الدار ومشوا. لما لقيت انطفى اللمبات وراحوا، أنا ما قمت، كبرت على جراحي وطلعت. لا حول من واقف الذهب لحتى اجيت لأقرب منطقة فيها الشباب الثوار، أسعفوني الله يجزيهم الخير. الجيش الحر أسعفك أخي؟ الجيش الحر أسعفني وجابني على المشهد الميداني. والأول أسعف جيش الأسد ولا الشبيحة؟ الشبيحة الجيش سلمنا للشبيحة. هي طلقات بظهرك ما هي أخي؟ هي طلقات؟ إيه. الله أكبر. هي طلقات. كم طلقة دكتور هدول؟ والله حوالي 5 طلقات. حوالي 5 طلقات بظهرك. تعال عندي هون. وهي رصاصة. هاي واحدة منهم. تعال عندي. على الآن بالقميص. تعال هون. برجع. هاي طلق. هاي مشان ما يقولوا فبركي. هذا يمكن في أزية بالعظم. خدر في أزية بالعظم هون. لحظة عمو، لحظة. هاي أحد رصاصات اللي كانت بالسيارة. كمان مخدر؟ مخدر كمان. حطوا لهم يا شباب. قولوا الرئي يا حال أبوكم، قولوا الرئي. أعطوني ضمضو دكتور، ضمضو. طبعا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لنسمع أيها الأحبة هذه القصة، ولنعلم هذه الوحشية العجيبة التي يتبعها هذا النظام الطائفي، هذا النظام الخسيس، هذا النظام الذي لا أخلاق عنده ولا حياء. لنسمعها من أخي أبو عبدو حفظه الله تعالى. أولا أهلا وسهلا بأخي أبو عبدو، والحمد لله على سلامتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيك وأن يعافيك. كيف طالما أنك خرجت من حمص الآن، يعني حقيقة قريب عهد وصول البارحة،
يعني كيف تركت حمص؟ لو هيك حدثتنا جزاك الله خيرا باللهجة الحمصية العادية، لا نكلفك شيئا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني تركنا حمص مدينة أشباح. مدينة أشباح ما ممكن إنه إنسان أو طفل أو امرأة يحسن يعيش فيها. لا حول ولا قوة إلا بالله. كهرباء، مي، هاتف، جوال، ما في. إذا بدك تطلع تجيب خبز مانك مأمن ترجع. إذا بدك تطلع تجيب حليب لأطفالك، إذا لقيت بالصيدليات مانك مأمن ترجع. إذا كان صيدلي فاتح. هيك تركنا حمص. سمعنا أنه عم يستهدفوا الصيادلي، طبعا أنا وقت كنت موجود كانوا عم يستهدفوا الصيادلي، بس هلأ زاد الأمر أكثر. طبعا هلأ أكبر جريمة عندهم هي أكبر مجرم هو الصيدلي، وقبله الطبيب أو الممرض، بيجي بعدهم الصيدلي، آخر شيء بيجي العناصر تبعت الجيش الحر. هو المجرم الكبير عندهم هو الصيدلي لأنه عم يداوي هالجرحى اللي عم تتصاوب. يعني مع أنه بشار الأسد طبيب يعني، وهذا لازم ولا أنه بيعرف شيء بالطب، لازم يكون بس يعني يعرف مسألة الطب، ولكن والله هؤلاء دمه كدم أبيه وكدم عمه، فهؤلاء جميعا قتله. طيب يعني الآن ندخل بالموضوع معلش، وإن كان يعني ذكرى ليست سهلة، سمعت أصوات الناس يعني وصياح الناس، لكن اذكر لنا ماذا حصل في هذه المجزرة. نحن لما بلش القصف على حي عشيري في حمص وكرم الزيتون، التجأنا، يعني صارت الأهالي تلتجئ على الأحياء اللي محاذية باب دريك، باب سباع، العدوية، يعني تبعد عن القصف، اللي خاصة اللي عنده أطفال. طبعا هون الجيش الحر كان منتشر بهالمناطق هاي مشان يحمي الأهالي، اللي ما عنده سيارة وما عنده شيء ينقلوه، يأمنوه، يبعدوه عن هالمناطق هاي. التجأت أنا وأطفالي وزوجتي لمكان بالعدوية أقربائنا. يوم 12 الشهر من الساعة تقريبا 5 الصبح بلشوا يدخلوا على المنطقة اللي عنا. نحن قاعدين ببيوتنا. شو سبب دخلوا؟ وين الجيش الحر؟ الجيش الحر انسحب يعني مشان بس مثل ما بقولوا يعني ما ينصابوا الأهالي بقذائف زيادة، مشان ما يصير مثل ما صار في باب عمرو. أيوة، هيك يعني الفكرة يعني كانت. حاول إنه يعني الجيش الحر إنه يعني إنه مشان ما يضروا الأهالي زيادة انسحب، إنه مشان ما يصير لهم ذريعة إلهم. يعني تقريبا لحوالي الساعة 2 الظهر هن عم يضربوا على البواب والشبابيك والحيطان بحيث إنه ما حد يطلع على برا خارج بيته. تمام. بعدين دق علينا الباب عناصر جيش. احنا كنا 4 شباب بالبيت مع نسائنا وأطفالنا وأهلنا. طلبوا إنه الشباب يطلعوا لبرا معهم هوياتهم. طلعنا لبرا، فأمرونا بأخذ الهويات ورقد لحي النزهة. عرفتوا مين هن اللي دقوا الباب؟ لا، هني لابسين جيش. لابسين جيش، وطلبوا مننا أن نرقد على حي هنيك قريب من العدوية اسمه حي النزهة. هذا كله علوي وموالي للنظام، شبيحة كلهم. فلما نوصلنا على الحي هن يأمنوا انه بس نوصلوا هالاشخاص هاي بالبيت على عند الشبيحة اللي هنيك اللي مستلمين، يدقوا باب تاني ما يطلعوا كل الاهالي مع بعض، بيت. فلما نوصل نحن مباشرة اخذوا ايدينا ربطونا لورا وقلبوا الكنزات على وجهنا بحيث انه ما نطص شيء. طبعا اللي عم يقلب الكنزات غيره اللي عم يضرب، غيره عم يضربنا بالعصي، بالهراوات، بالكهرباء، ببواري مي، بقفل بارودي، بالرمح، بالحربي تبع البارودي الى قفاها حديد. هاي كلها ضرب على الروس. وحصرونا بمكان ضيق جدا. صاروا يجمعوا. انا لما دخلت على هالمكان الضيق هذا انا و3 شباب معي اللي كنا بالبيت، تقريبا في قدامنا شيء 10. نعم. فقاعدين بوضع قرفصاء اللي يربطوا مع القتل. بدك تطلع تقعد توقف فوق الشباب، فوق الشباب، فوقهم، يعني بحيث انه شخص 2 3 صرنا في 3 اشخاص فوق بعض، وضع قرفصاء. واللي يتوجع ياكل قتل، واللي ما يتوجع كمان ياكل قتل. ليه؟ اللي يتوجع قال له لا تعلي صوتك، لا تنادي. واللي ما يتوجع قال له انت شو اخذ حب حتى ما عم تتوجع، حتى ما عم تحس. يعني ما نخلص. على كلا الحالين بده يضربوا. حوالي اكثر من ساعتين وشوي هن عم يقتلونا. طبعا نحن عم نسمع سمع يدخل ضابط يقول
لا تضربون، لا تضربون. ومدنية يطلعوا لبرا، يقول له أمرك سيدي، يقول له فيشون إذا ما عليهم شيء ابعتوا لأهاليهم. يطلع الضابط يبلشوا قتل أكثر فينا. الله. يعني مثل مسرحية. ونحن سمعنا يقول له المدنية لا تخليهم يدخلوا لبرا، معناتها يعني كل شيء بهالحي هذا آجر فينا أبدا. بعدين قال لنا رح نجيب كمبيوتر هلا وناخذكم نفيشكم ونعطيكم حريتكم. طبعا عم يغنوا هدول اللي عم يضربونا، عم يغنوا. ساعة طلعنا جايبين سيارة شاحنة كبيرة، نحن مربوطين لورا، امرونا بالطلعة على الشاحنة هاي، ما نحسن نطلع، يضلوا يرفسونا بايديهم واجريهم وبالبواري المي وبالعصي لحتى نستطيع ان تطلع غصب. وطبعا كمان كل 3 أو 4 مسطحين فوق بعض، ضلوا يضربونا لحتى نوصل لاخر منطقة بالسيارة. لا حول ولا قوة. النساء هون حوالي السيارة عم تضحك، نساء شبيحة. ايه نساء. نعم. ويجي واحد مثلا يقول انا اخي مات، انا انحرمت السراح، انا كذا، كله عم اجر فينا، يعني حقد هيك. بعدين اخذونا على بيت، حطونا بغرفة فيه. البيت دافئ، انا انتبهت انه البيت دافئ في صوبيا، وبيت سجاد، وبيت يعني بيت نظيف يعني. انتبهت انا، عيني طرف عيني لوراي، لقيت في شخص عم يفرط مسابح بالارض بغرفة الثانية اللي وراي، وعم يزت فيها مسابح وحب بارض الغرفة. فيعني ما توقعت انه شيء. بعدين قال له طلب منهم هدول اللي نحن، قال له زقهم واحد واحد. اعدادكم شو صارت بهاللحظة؟ اعدادنا نحن الغرفة تقريبا شيء 4 ب4، الغرفة ممتلئة ابدا. نحن قاعدين بأعضاء قرفصاء كلياتنا. جابونا على الغرفة، حطونا كمان بنفس القعدة هيك وضع قرفصاء قريب للسجود، وبلشوا فينا ضرب وقتل. طبعا هذا اللي عم يسحب من البوفيه ازاز، عم يدوس فوقنا، يطالع ازاز من البوفيه ويضربنا فيها راسنا. الله اكبر. وعم يدوس فوقنا. وصل لعندي انا، صار ضربنا بالازاز، توجعت بس بحيث انه ما يعني ما انبل قلبه انه هذا الصوت ما هو صوت وجع. قال له ما هيك بيضربوا. شال البارودي وضربني بقفل البارودي على كتفي، كسر لي كتفي. رد شال مرة ثانية وضربني على ظهري. لا حول ولا قوة الا بالله. بعدين صاروا يحطوا فوقنا بطانيات وألبسة من قلب الخزاين، يجيبوها ويحطوها فوقنا ويفرطوا حب ومسامح. بعد شوي بلشت أنا شم ريحة مثل بنزين ونفط، بدونات عم تتفضى فوقنا بنزين ونفط. هون قلت أنا بدي يحرقونا أحياء. يا لطيف. يعني إن نموت، عسى إنه رب العالمين ينقذنا منهم. حاولت إنه أنا أفك إيدي. طبعا في ناس مربوطين بحديد، مكبلين بحديد، وفي ناس مكبلين ببلاستيك، هاي الشريطة البلاستيكية. حاولت انه شد ايدي ما تنشد. انا هون صار كسر كتفي، صار الالم دبل. ما عاد تطلع معي. صرت احاول انا شتى الوسائل انه شدها. بهاللحظة هاي سمعنا انه الروسيات كلها تلقمت. ساعة تلقمت الروسيات عرفنا حالنا انه بدنا نستشهد. طلعنا كلياتنا بصوت واحد، كل الموجودين، تكبير وشهادة. الله اكبر. الله اكبر. هو صوت كبير، هو يزيد الرصاص. نعم. الجميع في الغرفة 40 واحد، الكل رفعوا صوتهم في التكبير. كله صوت واحد، تكبير وشهادة. الله أكبر. زاد حقده أكثر، صار يزيد الرصاص أكثر. طبعا أنتم بهاللحظة متيقنين لقاء الله سبحانه وتعالى، ومتيقنين أنه خلص راح تغادروا هالدنيا والإنسان نسي كل شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسيت انه شيء دخل بظهري، صار مثل النار. يا لطيف. ظهري من الاسفل، وكتفي من فوق، خواصري. ضليت بعدها بشي 4-5 دقائق ما عاد سمعت صوت. معلش بس على ونحن عم نتكلم، رد عيدوا لنا المقطع الفيديو، خليه يكمل اذا ممكن مقطع الجريح. ما عاد سمعت صوت. حاولت انا هون شد ايدي الله، يعني الحمد لله رب العالمين قدرني، وسحبت ايدي من الكبل اللي كانوا مركبلين فيه. نعم. كشفت اللسان عن وجهي، وكشفت عن غطاء عن وجهي، عن فوقي.
لقيت الشباب كلياتها مستشهدة والنار عم تاكل منه. لا إله إلا الله، الجميع وراك مستشهد والنار عم تاكل منه. يا الله. أنا ما عاد أحسن، أنا عتم يعني، صارت الغرفة عتم كتير ودخان أسود، لأنه ألبسي نايلو، ألبسي جوخ، عم طالع دخان أشكال ألوان، يعني النار شبه ما أنا مبين من كتر ما في دخان. نعم. حطيت قطعة قماش على وجهي على أنفي واحتميت من النار، قسم من البيت، قسم من الغرفة يعني، ما أحسن أتحمل الدخان. رجعت سطحت جنب الشباب، طلبت من الله عز وجل إنه يأخذ أمانته وإنه يصبر أهله. لا إله إلا الله. نعم معلش، ولو اشرب شوية مي. بارك الله فيك. طبعا أحبتي، نحن نسمع هذه القصة الآن ونحن على يقين أن أمثال هذه القصة يعني مئات القصص أو عشرات أو آلاف في الحقيقة جرت في أرض سوريا ككل، بل في أرض حمص خاصة، لأن هنالك حقد طائفي عندنا في حمص لا يتصوره عاقل. حي النزهة الآن هذه الجريمة لا ندري العدد أين جريمة، أي مجزرة تجري على أرض النزهة، وجرت قبلها 40 رجل من خيرة رجال حمص ذبحوا في أرض الزهرة، وقبلها أيضا أخذوا خيرة بناتنا خطفون، وكان ما كان من أذى في أعراضنا في حي المزرعة. حي النزهة وحي الزهرة معروفين إلى من ينتمون، وحي المزرعة معروفين، كلهم في الحقيقة حرب طائفية معلنة بكل معنى الكلمة. إلى الآن ونحن نقول يا أحبابي، إلى الآن نحن نقول هنا لا طائفية، إلى الآن نحن نقول شعب واحد، وهم يستغلون ما نقوله ويذبحون فينا. من الذي يفعل الطائفية؟ من الذي يجرم في حقنا؟ إنه النظام الطائفي، النظام الذي لا أخلاق عنده ولا دين عنده ولا إنسانية عنده أصلا. نعم يعني كلمات حتى بس تأخذ راحة، وأكمل أخي جزاك الله خيرا. لما حسيت إنه أنا يعني الدخان كمان يعني راح زعجني كتير، وأنا في عزم، لقيت حالي في لسه عزم بعد ما سطحت جنب الشباب، لقيت حالي في عزم لسه. طبعا هون الشبيحة انسحبوا، أنا ما بعرف شيء عنهم، ما بتعرف شو وضعهم، الغرفة أتمي وما في أي ضجة بالبيت. طيب الشباب اللي وراك أنت شلون عرفت إنه استشهدوا؟ لأنه النار كانت عم تاكلهم، مستحيل إنسان يصبر على النار، بيصبر على الرصاص. هلا أنا قعدت 4-5 دقائق وأنا صابر على جرحي وصابر على ألم جرحي، إنه أنا يعني بحيث إنه يفكروني ميت. نعم. افتكرت أنا إنه ساتهم واقفين فوقي، بس النار مستحيل حد يصبر عليها. صحيح. طيب طالما الرصاص دخل على يعني ظهرك، يعني ليش ما كان الرصاص يعني دخل أكثر، أو كان سبب بمثلا أذية أكبر، سبب أنه دخل بجسم قبلك مثلا؟ الله أعلم، إما داخل بالجسم قبلي وشظايا إجت لجسمي، وفي رصاص إجا بكتفي هون. سبحان الله، الله لطيف سبحان الله سبحانه وتعالى. نعم. فقمت لقيت حالي لسه فيها عزم، وما في ضجة ولا في حركة برا. صرت أتلمس الحيط حتى وصلت لمكان على الباب. فتحت الباب لقيت المحرك اللي كنا فيه نحن فارغ، في لمبة صغيرة بكوريدور بعيد عم ضاوي شوي بشيء بسيط، فارغ منوب. فتشت البيت ما لقيت في حدي. رجعت فتحت باب الدار، طلعت بمدخل البناء ما في حدي، ما في صوت أبدا. فقلت هدول أكيد راح يجيبوا دفعة تاني، أو ما بعرف وين صاروا. وأنا ما بعرف حالي وين، أخذونا بالليل ما بعرف وين، وبالسيارة عم يقتلونا المهم رجعت قلت أعمل نظرة أخيرة على الشهداء، لربما إذا في حد منهم يعني لسه في روح بحسن ساعد، وأنا فيني أوقف على إجرية وفيني أمشي. عملت نظرة عليهم الكل مستشهد. لا إله إلا الله. الأعداد هون بين معك تقريبا العدد؟ والله ما عديتهم أستاذ، يعني تقريبا هن بنقول 30 نقول 40 حوالي 30، بزيدوا شوي أو بنقصوا شوي، حوالي 30. لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا هون أنا صار علي يعني إنه استشهدوا، وصار علي إنه هذوليك بده يرجعوا على البيت أو أنا وين ما بعرف. فطلعت خارج المبنى، التفت لقيت حالي بشارع رئيسي، المبنى صاير عم شارع رئيسي، ما في ولا إنسان ولا حركة ولا صوت صريخ ولا أي شيء أبدا. فأنا قلت هون أكيد عرفت إنه هون أنا عم يحرقونا ببيت سنة، أهل سنة، وهذا الحي كله مهجر، بس وين أنا ما نعرفه.
لمبات البيوت عالقة، ما في أي صوت، ما في سيارة بالشارع، ما في حركة بالشارع. فتوكلت على الله، قلت له يا رب سلمتك أمري وانت تولاني. أول طريق إجا بوجهي مشيت فيه. نعم. مشيت حوالي الساعة، طبعا امشي واقعد ودق على الابواب، لا اللمبات عالقة، ما حد يرد علي، الحي كله مهجر. حتى وصلت لمكان، طبعا هن اول ما اخذوكم على حي النزهه، على حي النزهة، ومن حي النزهه ركبوكم سياره اخذوكم على حي من احياء السنه المهجرين وحرقوكم هون، حرقونا بالبيت، قتلوا هون، حرقوا البيت نفسه وحرقونا فيه. تمام. عشان ما ينتهموا لا فيه، حول ولا قوه عشان ما الا ينتهموا فيه. لكن مشان هن يبعدوا الشبهه عنه. وحبوا مسابح، يعني بدهم عالم سلفيه بالمسابح، وحبوا مهلوسين. كيف اجتمعوا مع بعضهم ما حد بيعرف. نعم، مثل ما وقت قالوا انه رفع علم اسرائيل على جامع المريجي، جامع باب سباع. كيف اجتمعوا معهم، كيف الناس عم تكبر ورفع علم اسرائيل. نعم. وهي مسابح، وحب انه هدول مهلوسين، وهي مسابح سلفيه. انا ما بعرف شلون بدي اجتمع معهم، يعني اكذب الناس. نعم. فضليت ماشي حوالي اكثر من ساعه لحتى وصلت لمكان بلشت اعرف اول طريق، يعني بلشت اعرف انا وين. كمان كفيت هذا الطريق هيك حوالي الساعه مشي حفيان، اجريه كل ازاز صارت وبحث، لحتى وصلت لمنطقه هي الجيش الحر. نعم. التجأت لهم، وهنيك اخذوني على المشفى الميداني وداولي وعالجوك. الحمد لله على السلامة. نحمد الله على سلامتك يا أخي أبو عبدو، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بيسلم الجميع. طبعا أنا علمت أنه من الشهداء الذين كانوا معك إخوة من الذين أعرفهم، ويعني ذهبوا معي إلى العمرة، ويعني أعرف أخلاقهم العالية. 3 استشهدوا اللي كانوا معي، رحمة الله تعالى عليهم. نحن الآن يعني انظروا يا أحباب، مع صعوبة الأمر، يعني هذه المصائب ولا يستطيع أن يكشف عن وجهه خوف على أهله. هذه المصائب، الشهيد يعني قتلوا من قتلوا ولا نستطيع أن نفصح على أسمائهم خوف على بقية أسرهم. انظروا إلى وحشية هذا النظام. بالله عليكم يا أحبابنا، هذه القصة أليست هي قصة أصحاب الأخدود في هذا الزمن؟ بالله عليكم أيها الكرام، هذه القصة ألا تذكرنا حقيقة بهذا الحقد الذي يصعب وصفه حقيقة على أي إنسان؟ يعني بمجرد أن سمعوا كلمة لا إله إلا الله منهم أطلقوا النار عليهم مباشرة، أخذوهم من بيوتهم من غير لا قضاء ولا حساب. الآن أي إنسان، أي شاب، أي طفل، أي امرأة من أهل السنة والجماعة في سوريا فإنهم يعني دائما تحت القلق وتحت الضرب وتحت القصف، يريدون إرواء ما في قلوبهم من حقد. وحقد قلوبهم والله لا يطفأ حقدهم إلا إذا أبادونا جميعا. هل تسمعوا أيها الناس في مشارق الأرض وفي مغاربها؟ إخوانكم كم رفعوا الاستغاثات، كم التجأوا، كم قالوا يا أحبابنا يا أيها المسلمين في كل مكان أنجدونا، كونوا معنا. والله لو كان مشرك يستنجد بكم فيجب عليكم أن تنجدوه، فكيف وهؤلاء أهل لا إله إلا الله يستنجدوا بكم؟ أما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. وإن أحد من المشركين، إذا واحد من المشركين جاي لعندك يقول لك أنا داخل عليك بدك تجيره، هيك مطلوب منك حتى يسمع كلام الله، حتى تقول له كلمتين يشوف أخلاق أهل الإسلام. اليوم كل أهل سوريا يستغيثون بالله سبحانه وتعالى ورفعوا شكواهم إلى الله، وقطعت آمالهم من الخلق جميعا. وهذا في الحقيقة نقول هذا عز لنا إن شاء الله، ولكن نقول لكم أيها الكرام والله ستتألم قلوبكم وستتألم ضمائركم على خذلاننا، على تركنا لوحدنا هكذا في الساحة. يذبح الناس يا أحبابنا. هذه القصص يعني كنا نسمع منها في التاريخ في عهد التتار. يأتون برجال، يأتي رجل فيذبح 40 رجل وهم ينتظرون. الآن الرجال يأتون إليهم هكذا مداهمات على البيوت، يأخذون الرجال ويذبحوهم، والنساء تهدد بعرضها، تهدد بدينها. أكيد النساء يعني كان للنساء شأن في هالموضوع. النساء حصروهم تقريبا أكثر من 3 أيام، ممنوع يطلعوا برات البيت. طبعا كل شيء بحي النزهة صار ينزل على البيوت،
البيت اللي ما في حدا كله تتحمل سيارات الجيش الأدوات الكهربائية اللي فيه والعفش ويحرقوا. هدول هن أهل النزهة، هدول هن أهل النزهة، هدول هن أهل الخسة، هدول هن اللي كانوا زبالين في الطرقات وكانوا خدام عند أهل الشرف والدين. هؤلاء اليوم وقت سيطروا انظر ماذا يفعلوا، يأتوا إلى البيوت يأخذوها ويسلبوها ويحرقوها، بياخذ كل شيء في البيت، بعدين شو بيساوي؟ بشعل البيت بالنار. قاتلهم الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. الحقد اللي بقلوبهم يا أحبابنا والله العظيم لا يعلم الحقد الذي في قلوبهم إلا من جربه، إلا من شاهده. والله العظيم يتمنوا أن يقطعون تقطيعا. لك حرق للناس يا أحباب، كتوا بنزين على الناس، كتوا زيت كاز بنزين على الناس وشعلوا الناس، عم يشعلوا الناس، يحرقوا الناس حرق. الناس ما بيستطيع الواحد إذا بيقول يا الله ما بيستطيع يقولها، إذا بيقول له مشان الله ما بيستطيع، بيقتلوا أكثر. لذلك أنت لا تعرف بأي لهجة تتكلم مع هذا الذي بأي وصف نصفه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يذلهم. أبشركم يا أحباب، أبشركم وأقسم بالله الذي أقسم بالفجر وليال عشر والشفع والوتر أن هؤلاء قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، وأن الله سيصب عليهم سوط عذاب. واقترب هذا إن شاء الله، لم يبقى شيء إلا فعلوه. قتلوا العباد، أحرقوا المساجد، أحرقوا المصاحف، أذلوا الناس، انتهكوا الأعراض، ذبحوا الأطفال الصغار. لذلك عندما تروا هذا الفساد يا أحبابنا، أولا هو دليل على أن هذا النظام في نهاية أنفاسه إن شاء الله. واليوم المبادرات هي لإنجاد النظام، يعرفون أنه في ورطة ويحاولون إنجاده، لكن نحن عندما نرى مكر أعدائنا نفرح أيضا، لأن من الذي سيرد على مكرهم؟ الله سبحانه وتعالى، الذي قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله خير من يرد مكرهم سبحانه وتعالى. نعم، كنت تذكر عن النساء، تركوا النساء 3 أيام من غير طبعا خروج من البيت، محبوسات في البيوت. ممنوع هن يدخلوا، حتى ممنوع يسكروا الباب عليهم. نعم. بواب الشقق بدها تضل مفتوحة، بيدخل ايمت ما بده، يدخلوا أشخاص كل واحد شو ناقصه ببيته ياخذه. حتى كانت مقطوعة الكهرباء ضلت 3 أيام عليهم. شواحن الكهرباء اللي كانت عند النساء أخذوها، يعطوهم الشواحن العاطلة اللي عندهم إذا معه هو يعني سرقات، يعطوه له خذوا هذا وهذا برجع لكم إياه. يعني أخي أبو عبدو قبل الثورة نحن في سوريا، نحن في حمص، ليش ما بنعرف إنه هيك؟ طبعا هدول أهل النزهة والزهرة والمزرعة وكرم شمشم، هدول ما بنعرف إنه هيك. إحنا كانت تمشي معاملة عنا إذا ما سرقوا من جيبتنا ب 500 ليرة و1000 ليرة. يبتزونا ابتزاز لحتى يمشوا المعاملة قبل الثورة، حتى لو نظامية. قبل الثورة كانوا يسرقون من جيوبنا، أقسم بالله العظيم يسرقون من جيوبنا، لكن علنا وباسم القانون. والآن أصبح الأمر بطريقة أخرى، بطريقة التخريب، بطريقة الفساد في الأرض. عاثوا في الأرض فسادا، اللهم يا رب دمرهم ودمر بيوتهم عليهم واجعل عاليها سافلها عليهم يا قوي يا عزيز يا رب. اللهم إنك ترى حالنا وتطلع على أوضاعنا وتعلم كل شيء وما نزل بنا يا رب. اللهم عجل بالفرج، اللهم عجل بالنصر، اكسر شوكتهم، مزق كلمتهم بقدرتك يا قوي يا عزيز يا الله. نعم، صار يجوا لكل امرأة صبية يحطوا الروسي براسها يقولوا له طالع كل شيء ذهب معك. ذهب. في بعض النساء كانت مثلا ترفع الذهب تحصره هون بإيدها هون فوق، يضربها بالروسية أو بشوطها بإجره مشان يشوف إنه هون شو بقلب إيدها هون، نزل الذهب، طالع الذهب. طبعا النساءنا اللي الله الحمد لله رب العالمين أكرمنا وأنجانا يا هون، اجتمعت يعني صارت نساء الحي تجتمع كل 3-4 عوائل ببيت، يعني صارت مجموعات يدخلوا عليهم. طبعا يسرقوا. في إنسانة كانت موجودة مع زوجته ضلوا يضربوها لحتى طالعت اسوارتين من تحت لباسها عطتهم اياهم. في عوائل بنفس الحي يعني كانت لحالها، سمعت عنه بعد ما هذا اللي من الناس اللي خرجوا انه ذبحوا. واحد منهم انا بعرفه شخص قطعوا له راسه قطع، الله أكبر، وذبحوا اطفال وعنده طفلين وبنت ذبحوهم قدامه. ذبح بالسكاكين.
يوم اللي فالنساء اللي خرجوا من الحي لهم سبب، جابوا الجيش وجابوا التلفزيون السوري وقناة الدنيا، نعم، مشان يفرجوا انه الجيش انه هو اللي انقذ الاهالي. فلما طلعت الاهالي من بيوتهم قالوا لهم يلا هلا ناخذكم على مكان انتم تختاروا، يعني برات هذا الحي انتم وين بدكم ناخذكم على مكان تتجمعوا فيه وانتم بعدين بتروحوا وين ما بدكم. فلبست الاهالي وطلعت باطفالها، قالوا لهم فوتوا بس لنفك الالغام. جابوا قناة الدنيا والتلفزيون، سيارات اهل الحي لغموها وفرضوا حواليها سلاح، انه نحن ليك شو ملاقين بالحي، سيارات ملغمة وسلاح، صوروهم. بعدين اجت المذيعات صارت تعمل لقاء مع الاهالي والنساء، فطلبوا من النساء انه انت يعني بدك تحكي انك تقولي شو صار معك والجيش كيف الجيش اجى انقذكم. رفضوا النساء، صارت يعني حتى وحده بتخصني قالت لهم انا بدنا رجالنا وازواجنا اللي اخذتوهم. قالت لها مين اخذهم؟ قالت لها انتم اخذتوهم، صار لهم 3 ايام ما بنعرف فيهم. قالت لها لا نحن ما اخذنا حدا. قالت لها لا. قالت لها طيب هاي الجيش جاي عم يحميكم ويخلصكم من الاصابات المسلحه. قالت لها الله اللي بيحمي، ما حدا حمانا غير الله. فاللي عم تحكي عم تقول لي هاي القصه، قالت لي في وراها ناس ضخمين الجثه لابسين ملثمين باسود كاتبين هون لبيك يا علي، وناس ملثمين بخمر حمر متخمرين بلباس احمر. نعم. قالت لي هدول ما اصدروا اي صوت ولا حكوا ولا كلمه، بس عيونهم مبينين واقفين خلف الجيش اللي كان عم يحمي المذيعه والمصور. دول ايران بعدتهم، ايران ومقتضى ونصر الله، يعني حرب ضد اهل السنه بكل معنى الكلمه. لما طلعوهم بالباصات قالوا لهم اذا بدكم تضلوا هون ضلوا هون، بس بشرط واحد، النساء يعني تطلع بتجيب خبزه وطلباتها من حي النزهه، ووحده ما بتطلعوا 2 او اكثر، وحده بتروح بتجيب طلباتها وبترجع، مشان يستفردوا بالنساء وحده. لما شافوهم مجموعات ما قدروا عليهم، بدهم يبعثون على النزهه. انت ضلي نحن بنحميكي بس بشرط اذا بدك تجيبي حليب لطفلك او خبز او اي شيء بدك تطلعي من حي النزهه حصريا يعني تجيبيها ولوحدك. نعم. رفضوا النساء. تمام. يعني حاولت المذيعه بشتى الوسائل انه تاخذ منهم كلمه، ما حسنت. طبعا في كلمات طلعت على التلفزيون انه مثلا في بعض النساء قالت انه شو ذنب هالعالم، نحن شو عملنا هيك، يعني كلمات. ايوه يعني حطوا صورة أسلحة وحطوا كلمتين ما معروف انه هاي تتوجه لمين هاي الكلمتين. تمام. جرى هذا الامر معي انا تكلمت في حي الزهرة كلام، قلت لهم هل هذه اخلاق علي بن ابي طالب؟ انتم الذين تنتسبون للطائفة العلوية، هل هذه اخلاق علي بن ابي طالب؟ لا والله، هذه اخلاق عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي الذي يترضون عنه هم لحمقهم وغبائهم وخستهم. تصوروا يا أحباب، بيترضوا على قاتل علي، قاتل سيدنا علي بن أبي طالب يترضون عنه. ذهبت وقلت لهم هل هذه أخلاق علي بن أبي طالب؟ قتل الناس في المشافي، ذبح الناس وفق العيون وتقطيع الجسد، هل هذه أخلاق علي بن أبي طالب؟ فكانت النتيجة أن أخذوا جزء من الكلام ووضعوه في قناة الدنيا، الكلام الذي يناسبهم، يعني حذفوا من قبله وحذفوا من بعده ووضعوها. ثم بعد ذلك حسام سكر العقيد في القصر الجمهوري، طبعا مستشار بشار الأسد، بعت وراي وجلست عنده، ما في مجال، يا أما من هون على السجن يا أما بدك تقعد تحرمنا المظاهرات. طبعا ما في مجال، رحت لعنده ولا كاميرا قناة الدنيا موجودة جاهزة، شو بدي أتكلم؟ قلت يا رب نجيني من هذا الكرب العظيم، وبدأت بكلام الحمد لله ربنا كان هو الموفق سبحانه وتعالى في كل لحظة. قلت الحمد لله القائل وقلبه مطمئن بالإيمان، وتكلمت بقية الكلام، وما قلت في تحريم المظاهرات وما أفتيت بهذا، لكن بدهم بيقتطعوا المقطع اللي بدهم إياه. لذلك اقتطعوا من الأخت مقطع ووضعوه في قناة الدنيا أنه هي عم تقول مثلا